السلام عليكم الإخوان الكرام، كيف ما ديما وكيف العادة اليوم جيناكم بواحد الموضوع اللي هو ثقيل ورزان بزاف، اللي هو التدخل ديال واحد الدولة عظمى في حجم الولايات المتحدة الأمريكية، تدخل على الرادار ديال الصحراء الشرقية وتتخرج المخابرات الأمريكية ديالها، تتخرج وثائق سرية تتعود ل 1963 وتتقول بالدليل أن الصحراء الشرقية واصلة حتى لتندوف وبشار أنها مغربية. إذا القضية بدات تتكبر وبدات تتوسع. ما غاديش نطول عليكم، نخليكم مع هذا الإعلامي اللي تيشرح هذه الوثائق ديال المخابرات الأمريكية. خدعوا المغاربة، اتفقوا لخاطر علاش كانوا يشوفوا في المغرب أنه داعم للثورة التحريرية، لكن لا فلان جبهة التحرير الوطني لم تقدر ذلك. قال لك تجنب الصراع بين قواتهم، قالوا لهم نديروا واحد لا زون. هذيك هي لا زون اللي توسعت عليها فرنسا بعد 1956 وضمتها للجزائر الفرنسية. وهنا وكالة الاستخبارات الأمريكية تعترف بأن ذلك الجزء هو جزء تابع للمغرب، وتعترف بأن الصحراء الشرقية تقر بمغربيتها وكالة الاستخبارات الأمريكية. وهذه شهادة هامة من طرف دولة عظمى، من طرف وكالة استخبارات دولة كبيرة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، تأكد على جرم نظام العسكر، وعلى أنه كان المعتدي، أنت كنت المعتدي يا نظام العسكر آنذاك. وهذه حقيقة تفضح هذا النظام والأكاذيب نتاعه وتزويره. كيف ما شفتوا معنا الإخوان في هذا الفيديو، هذا الإعلامي تيشرح هذه الوثائق المسربة اللي تتعود ل 1963. حنا تنعرفوا أن هذه الوثائق خرجت من المخابرات الأمريكية CIA. تنعرفوا ان امريكان منين تدخل في شي ملف الا تيكون عنده واحد البعد سياسي وواحد النظره اللي هي بعيده. وهذه المره تدخل هذه الوثيقه هذه او الولايات المتحده على الرادار ديال الصحراء الشرقيه، لان كان عليها واحد الجدل كبير، خاصه في المخطوطات والوثائق اللي حط المغرب في الجمعيه العامه ديال الامم المتحده. اذا امريكان تدخل على الخط ديال هذه القضيه وتتقول بان المغرب عنده الاراضي ديالو تابعه حتى لتندوف وبشار وحسي والبيضاء. هذه المناطق كلها تتقول لهذه الوثيقه بانهم مغربيه. اذا شنو الاصل ديال الصراع؟ حنا تنعرفوا ان ترامب قبل ما يسالي الولايه ديالو كان واحد الاعتراف اللي هو كلي بمغربيه الصحراء. اذا خص الامم المتحده من بعد هذا الاعتراف هذا ما يبقاش الجدل على هذه القضيه وتولي المنطقه ديال شمال افريقيا خاليه من المشاكل. اذا خص الحق يرجع لماليه في القضيه ديال الصحراء الغربيه، والامم المتحده تحيد ديك البوليزاريوم تما الا بغاتها الجزائر تمشي عندها، او هذوك الناس هذو يرجعوا تحت السياده ديال المغرب. هذا هو القانون او القرار اللي خصها تاخذه الامم المتحده وخصها تنفذه بالقوه. هذا فيما يتعلق بالصحراء والاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه. نرجعوا القضيه ديال الصحراء الشرقيه ومن خلال هذه الوثيقه. اش تقول هذه الوثيقه؟ تقول ان نهار اللي دخلات فرنسا للجزائر كانت دخلت على اساس ان ترد الجزائر واحد الدوله فرنسيه، وكما كنا تنسمعوا بانها دوزيام فرونسيس. ما كانش عندها فرنسا النيه انها تخلي الجزائر كواحد الدوله عربيه او الانتماء الثقافي ولا الديني ديالها كله بغى يرجع مثلا تولي دوزيام فرونسيس. هذا هو هنا فين تجي هذه الوثيقه هذه وتتقول بان ما كاين لا ترسيم الحدود لا حتى شي حاجه اللي استغلته الجزائر دابا وتسدي الخيرات ديال المغرب. ما كاين لا ترسيم الحدود لا حتى شي حاجه. كانت الجزائر فرنسا تتحمي راسها ومن الثوار ديال الجزائريين اللي كانوا تينفذوا العمليات من داخل التراب ديال المغربي بالمساعده ديال السلطان مولاي عبد الرحمن في ذيك الوقت هذا. اذا هذا هو القضيه اللي دارتها فرنسا. لكن الجزائر من بعد الاستقلال ديالها في 1962 والقضيه ديال بن بله والحرب ديال الرمال اللي ناضت على هذه القضيه، من بعد التخاذل ديال الثوار ديال الجزائر اللي ما بغاوش يعطيو الحق لمواليه وكانوا تيضرعوا بان الاتحاد الافريقي هو اللي قال لهم حقا ما يمكنش نتجادلوا في هذه المساله ديال الحدود، خليها تبقى كما هي. وخذاتها الجزائر ذريعه، والان هما كاملين تياخذوا الخيرات ديال المغرب وتيتمتعوا بها. حتى التوابل المغربيه هي مغربيه في ديك المنطقه ديال تندوف وديال بشار ديال ديك المنطقه ودمغنيه، كاملين ما تيعرفوش شي ثقافه من غير الثقافه ديال المغرب. كذلك كان الولاء ديال هذيك المناطق كامله كانت للمغرب.
اذا الجزائر خصها ترجع الحقوق لمواليها، والمغرب غادي يدفع الوراق ديالو للجمعيه العامه للامم المتحده، ومن بعد غادي تولي قضيه اخرى وغادي ندخلوا في الامم المتحده، وخاصه في الرادارات ديال الولايات المتحده الامريكيه اللي تدخلات في هذه القضيه هذه، وراه غادي نكونوا واحد الناس اللي غادي نحيدوا المستعمرات ديالنا من الجزائر وغادي ترجع للمغرب. المسؤولين الجزائريين اللي تيخرجوا تيهضروا على شي ملف اللي هو كبير وقوي بحال هذا الملف ديال الاستعمارات والاستحواذ ديالهم على الاراضي اللي ماشي ديالهم، تيخرجوا بدون وثائق وتيبقاو غير بلا 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 بدون اي سند قانوني. المغرب ملي تيخرج وتيطالب بشي حاجه الا وتكون عنده واحد المخطوطات وواحد الوثائق اللي هي عندها واحد البعد كبير، وكذلك تيشدوهم هذه الوثائق هذه وتيحطوهم في الارشيفات ديال الامم المتحده، خاصه في الجمعيه العامه للامم المتحده. من بعد ما تناقش وتحاور وعاد ديك الساعه غادي ندخلوا باش نشوفوا هذا الجدال هذا فين غادي في الاروقه ديال الامم المتحده. حنا تنعرفوا ان المغرب غادي يطالب فرنسا باش تفصح او تخرج لنا ديك الوثائق اللي عندها في الارشيف وتتبين ان الخرائط الحقيقيه والحدود الحقيقيه اللي ترسمات بالزور وفعلا انها ما ترسماتش، لان كما تنقولوا لفرنسا كانت مجرد انها تتحمي راسها من الثوار ديال الجزائريين. هذه القضيه هذه استغلتها فرنسا، استغلتها الجزائر ولات تسدي الخيرات ديال المغرب، خاصه ديك المنطقه ديال المغنيه اللي مازال الناس فيها كلهم تيجدوا الولاء ديالهم للمغرب وكلهم عندهم التقاليد والعادات كلها مغربيه. اذا ديك المنطقه هي مغربيه 100%. هنا الجزائر خصها ترجع الارض لمواليها بدون نزاعات، لان المغرب راه ما غاديش يسكت على هذه القضيه، واكيد اننا غادي نديو الاراضي ديالنا واخا يطول الزمان، واخا يجي جيل وجيل المغرب راه ديما غادي يبقى يطالب بالحق ديالو، خاصه ان الصحراء الغربيه هي صافي ولات مغربيه ما بقاش عليها الجدال، وانها قريبا غادي تصفى. تيبقى لنا المشكل ديال الصحراء الشرقيه، هذا الملف هذا اللي هو عاوتاني شائك وغادي المغرب يتجند ليه وغادي يحط ليه واحد الجنود ديال الخفاء اللي غادي يكون واحد الدبلوماسيه اللي هي كبيره على المستوى ديال الامم المتحده وعلى التعريف بالقضيه حتى غادي يرجع الحق لمواليه. دابا هاد المسؤولين الجزائريين بعد ما تسربات هاد الوثيقه ديال المخابرات الامريكيه CIA غادي يجيو وغادي يبداو يخرجوا وغادي يعطيو واحد المغالطات وغيقولوا بان المغرب عاوتاني راه عطى الرشوه للمخابرات الامريكيه باش تروج لهذا الملف هذا. هاد القضيه راه ما عندهاش علاقه لا بالرشوه ولا بتا شي حاجه، هذا راه حق تيطلبوا المغرب باش يرجع لمواليه. اذا لا داعي باش يخرجوا بهاد الخزعبلات وهاد الهرطقات اللي تيخرج بها المسؤولين الجزائريين. عندهم شي وثائق يعطيوها بحال المغرب اللي حطها في الامم المتحده، اما غير الهضره وبلا بلا بلا فايده ما غادي تعطي وما غادي تقدم للملف حتى شي حاجه. والمغرب ماضي قدومان وغادي بواحد المسافات اللي هي ديال 1000 ميل وغادي يقطع اشواط كبيره في هذا الملف هذا حتى غادي يحقق الهدف ديالو وغادي يرجع الحق المنشود ديالو اللي تيطالبوا منذ سنين. الى هنا الاخوان تيسالي الفيديو ديالنا اللي عجبو تنتمنى يضغط على زر لايك والاشتراك في القناه باش نحاولوا ديما نوافيكم الجديد.